لا بالعكس، بالعكس مش شايف انها ممكن تعطلني، لان انا بقدر افصل بين ده وبين ده. اتمنى اقدر ان انا افضل موازن بين الاثنين، ويا رب ما تكونش اخر تجربه يكون في. والله هي رؤيه المخرج والمنتج، هم كانوا وهم بيكتبوا السكريبت شايفيني في الشخصيه دي، فحتى قعدوا يقنعوني بيها كتير جدا، لان انا الشخصيه نفسها بعيده كليا عني. فانا كان التخوف بتاعي ان انا الناس تربط لما تشوف الفيلم، يربطوا بين شخصيه ايطالي اللي في الفيلم وبين شخصيتي، لان انا كومبليتلي مختلف عن ده، اهدى بكتير وارزق، فالتاني مجنون. فالحمد لله قدروا يقنعوني، ويا رب الناس تقدر تفصل بين ده وبين ده. بس اكيد طبعا، اكيد مختلف كليا. يعني انا بصور برضه، بس بيكون كليب، بيكون الموضوع اخف من كده بكتير، مع العلم ان انا اغلب الاغاني بتاعتي دراما وحزينه جدا، فبيكون في قصه ودراما، بس دراما مختصره في 5 دقائق، او لو هعملها زي ما عملتها قبل كده اكون على جزئين، ف 10 دقائق ماكسيمم. انما هنا احنا بنصور كتير جدا وزاويات فالموضوع كان نوعا ما مختلف، بس لا اتبسطت. الحمد لله. والله لا، في 3 اغاني ما تقلقش، في اغنيتين حزيني زي ما احنا عادي جدا، واغنيه بس فرح. والله يعني اسمعوا الاغاني الحزينه، لو يعني انا في الصف الثاني مع الناس اللي مفركشه واللي مطلقين، فاهم، انا في الجزء ده. والله اتمنى يعني، يا رب يا رب باذن الله. انا حاضر. والله كلهم حبايبي، ما فيش انا ما بشوفش شيء ليه علاقه بالمنافسه او الحساسيات دي، لان زي ما قلت انا علاقتي علاقتي بالشغل بتاعي انا تحديدا ليه بصمه معينه وطريقه معينه وكيفيه معينه مختلف كليا. بقدر افصل بين الشغل، شغلي انا لوحده على جنب، والعلاقات الانسانيه